مستقبل هذه المباراة المرتقبة. وسأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، وهنا معكم سنتواجد من أجل متابعة مباراة هي الأولى، مباراة بداية الطريق ضمن مرحلة المجموعات من المونديال العالمي. المغرب ضد كرواتيا. نحن في انتظار مباراة كبيرة في هذه الجولة من دور المجموعات لكأس العالم. دائما ما نشير إلى أهمية البدايات، والبدايات المونديالية لها بريق آخر. كرة عرضية يحاول تغيير اتجاه اللاعب للجانب الآخر، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. ماريو باسانيتش، لوكا مودريتش، حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمية تماس. كوفازيتش، بيعدي وبيمر بالكرة، كرة هدف محقق، لكن الحارس يقول لا. ردة فعل استثنائية، برافو حارس المرمى، يبعد الخطر. أشرف حكيمي، تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام، لكن ضاعت المحاولة، كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى. الكرة الآن مع الفريق الخصم، يتدخل والكرة تخرج إلى رمية تماس. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، كرة مقطوعة، محاولة تتخلص بشكل ممتاز، برافو في اللقطة. أربع دقائق هو الوقت المضاف لهذه المباراة. تغطية سليمة بيبعد الخطورة. والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في كأس العالم. تدخل جميل من اللاعب، يتقدم إلى الأمام، بيعدي فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. سفيان بوفال، أول أهداف في المباراة يضيع في الفرصة الماضية. كم ممكن فرصة هدف، كم ممكن 1-0، كم ممكن تشعل المباراة. شوف اللقطة، انفراد في المرمى، لكن الكرة بتضيع في اللقطة. حكيم زياش، تقدم ممتاز باتجاه المرمى، ابعاد للكرة والخطورة. لوكا مودريتش، ماريو باسانيتش، ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. كرة تعود مع كرواتيا. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. حتى الآن في عقم هجومي من الفريقين، ونحن على بعد 5 دقائق فقط من النهاية.
ستعود الكرة من ضربة مرمى. واضح ان المدرب راح يلجأ لدكة البدلاء في اللحظات القادمة. لوكا مودريتش، دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. صافرة نهاية المباراة إذا، والتعادل سيد الموقف هنا.